بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي، عيلتي الكبيرة الجميلة، ربنا ما يحرمني منكم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. قصة النهاردة عنوانها اتجوزت العبيط والنهاية سبحان الله. اتجوزت العبيط وبيتقال عليه في البلد كلها العبيط، ولكن النهاية سبحان الله. تابعوا معايا القصة، جميلة جدا جدا زي ما احنا متعودين، فيها حكم ومواعظ كتير وهنتعلم منها ان شاء الله حاجات جميلة، وكلنا بنتعلم طول ما احنا عايشين. ونبدأ بقى قصتنا، بس لازم قبل ما نبدأ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برضو عايز أفكركم قبل ما نبدأ إن إحنا الجماعة حبايبنا اللي طالبين دعواتنا، ربنا يتقبل منا جميعا يا رب صالح الدعاء وصالح الأعمال إن شاء الله في نهاية الفيديو. نبدأ بقى قصتنا ونقول كان في قرية من قرى المحافظات في مصر، محافظة في مصر فيها قرية من القرى دي، قرية مصرية في الريف المصري، عايش فيها بنت اسمها ريهام. ريهام دي البطلة بتاعت قصتنا، وهي بطلة فعلا، يعني الواحد يقول عليها بطلة من كل قلبه كده وهو مرتاح. كانت عايشة مع باباها ومامتها وملهاش اخوات ولا ليهم حد. باباها كان راجل كبير، ومع ذلك لان هي كانت خلاص يعني عندها بتاع 19 سنة كده، باباها كان بيشتغل أجري في الغيطان. يعني اي حد في الغيط عايز يقطف حاجة، عايز يجمع محصول، هو كان بيروح يشتغل معاهم وياخد اليومية بتاعته، اللي ريهام بتقول كانت يدوب اللي بابا بيشتغل بيه ده كنا يدوب بناكل بيه عيش واي حاجة معاه. فكنا نعتبر فقراء جدا جدا، كنت بحس ان احنا اكتر ناس فقراء على وجه الارض. ومامتي كانت ست كبيرة وتعبانة وصاحبة مرض، دايما عايزين نجيب لها علاج ودايما تعبانة. مشيت بينا الايام لدرجة ان الناس كانوا بيسموني بنت الاجري، عشان دايما بيشتغل اجري في الاراضي. كان في طبعا عائلات كبيرة في القرية عندهم اراضي كتير، كان قليل قوي اللي ما عندوش ارض وبيشتغل اجري زي بابا كده في الاراضي، عشان كده سموني بنت الاجري. ولكن يا ريتها دامت نعمة. ليه يا ريهام؟ ريهام بتقول بقى لان بابا حبيبي تعب شوية حلوين، وبعد كده قابل وجه كريم. طبعا حالتنا وماما كانت يعني يرثى لها، لان ما كانش لينا غيره، هو السند، هو اللي بيجيب لنا ناكل، هو اللي مسؤول عننا، هو اللي بيصرف علينا، ملناش حد تاني. بعد كده بدأت، طب هنعمل ايه يا امي؟ هناكل ازاي؟ هنعيش ازاي؟ امي قالت لي يا بنتي انا هشتغل. طب هتشتغلي ايه بس؟ انتي مش قادره وما عندكيش صحه قالت لها بصي احنا هنساعد بعض انا وانتي، هنجيب معانا قرشين هم قبل ما يخلصوا، نجيب بيهم عسليه ونوجه ومصاصه واي حاجه كده، نجيب شويه ترمس نبلهم، نعمل اي حاجه واقعد بيهم على الباب نبيعهم ونقعد انا وانتي مع بعض. وقد كان فعلا، جابت لمامتها وبقت هي تقضي المشاوير، وامها قاعده قدام الباب حاطه ترابيزه صغيره كده وحاطه عليها العسليه والنوجه والحاجات اللي كانت موجوده قبل الشيبسيهات والحاجات دي ما تطلع. وبداوا يبيعوا، وكانت العسليه احسن حاجه، العيال كلهم بيحبوها وبيجوا يشتروها، بتوع اهل القريه من امي، لدرجه برضو راحوا مطلعين عليا بنت بتاعت العسليه. وانا ما كنتش بتضايق، ولا كنت بتضايق من بنت الاجري ولا من بنت بتاعت العسليه، ما كنتش بتضايق، كنت حمد ربنا وشكراه، وما زلت حمداه وشكراه. الحمد لله رب العالمين على كل حاجه يجيبها لنا ربنا. المهم انا طبعا لا رحت مدارس ولا حاجه، بس انا كنت يعني اعتبر كده ذكيه، يعني انا بعتبر نفسي ذكيه، لاني علمت نفسي القراءه والكتابه بنفسي،
طبعا بمساعدة واحدة جارتنا الله يبارك لها، ساعدتني وأنا اتعلمت فعلا أقرأ وأكتب بنفسي. ومشيت الدنيا والأيام وأنا وماما عايشين مع بعض بنفس الطريقة، وبنبيع الحاجات دي قدام الباب وبناكل على قد ما ربنا يكرمنا وحامدين ربنا. لحد ما ماما رخرة، يعني اللهم لك الحمد يا رب، تعبت وقابلت وجه كريم وأصبحت أنا لوحدي. صحيح البيت كانت بيتنا وما كناش مأجرين ولا حاجة، لكن بقيت عايشة لوحدي في البيت. طبعا العزا خلص والحزن خلص والناس كل واحد راح بيته، وبقيت أنا لوحدي. في الوقت ده كان عندي 21 سنة. مع إني عندي 21 سنة، ولكن كنت ببقى قاعدة في الأوضة بتاعتي لوحدي، مش قادرة أنام، خايفة أنام. طبعا بابا كان معايا، ماما كانت معايا، دلوقتي مفيش حد خالص، لو وقعت مني معلقة بترن. فكنت بفضل قاعدة تقريبا أغلب اليوم بالليل، وأنام شوية بالنهار، وأحاول أجيب عسلية أو أجيب حاجة وأبيع بقيتي اللي كانت سايباه أمي. مرة حوالي أسبوع 10 أيام لحد ما لقيت الباب بيخبط. فتحت، لقيته مين بقى؟ لقيته شيخ المسجد. قلت له أهلا يا عم الشيخ. قال لي ازيك يا بنتي عاملة ايه؟ ازيك يا ريهام عاملة ايه؟ قلت له الحمد لله، نحمد الله على كل حال، اديني عايشة، هبيع زي امي ما كانت بتبيع وربنا يرزقني واديني عايشة. لقيته بيقول لي يا بنتي الناس وحشة وانت بنت وما يصحش تعيشي لوحدك، انا هعرض عليك عرض، لو قبلتي يبقى كويس، يبقى احسن لك. قلت له اتفضل يا عم الشيخ. قال لي تعالي اقعدي معايا، انت عارفة ان انا عندي بنتين ما عنديش ولاد، فالبيت ما فيهوش غير بناتي الاتنين وامهم، وانت زي ما انت عارفة انا اغلب الوقت في المسجد ومش بروح الا يعني يا بنتي ربنا يا رب ايه يحفظك ويعافيكي ويكفيكي شر الناس وكلام الناس، ايه رأيك؟ قلت له ماشي يا عم الشيخ، ربنا يبارك لك ويجازيك كل خير. وبصراحة فرحت، لان زي ما قلت لكم كنتش بعرف انام من الخوف، وانا قاعدة لوحدي ما كنتش بقدر انام، كنت اغلب الليل بفضل صاحية. المهم لميت هدومي في شنطة ورحت معاه. اول ما دخلت البيت لقيت البنات الاتنين فرحوا كده واتبسطوا وضحكتهم بقت جميلة ورحبوا بيا. زوجته ما بقتش عارفة هي مرحبة بيا ولا متضايقة من وجودي ولا ايه، مش قادرة افسر وشها ولا نظراتها. بس قلت جوايا انا لازم اخليهم كلهم يحبوني وما يبقاش حد متضايق مني خالص. وفعلا بدأت اشوف ايه اللي ممكن يخليهم يحبوني. اتفضلوا مية. ما ننساش اللايك يا شباب، حبايب قلبي والستات الكبيرة العواجيز اللي زي حالاتي، ربنا يديكوا الصحة والعافية. المهم ايه، رحت زي ما قلت لكم وقلت ايه انا لازم اخليهم كلهم يحبوني. قعدت افكر، طبعا اول يوم رحت ده قعدت وروني المكان اللي هنام فيه وكده، وصحيت تاني يوم من بدري، قعدت كنست البيت وروقت ومسحت وخلصت ودخلت المطبخ غسلت المواعين وعملت كل حاجة ممكن اعملها. عقبال ما صحيت زوجة الحاج زوجة الشيخ صاحب المسجد لقت الدنيا كلها متروقة وجميلة، وبناته طبعا اتبسطوا لان هم اللي كانوا بيساعدوا والدتهم، فدلوقتي انا وفرت لهم وقت للمذاكرة لان الاتنين كانوا في المدارس. فبدأوا كلهم بدأوا البنات يتبسطوا مني في الاول وبقى حبهم ظهر ليا. لكن امهم خدت وقت شوية، شويتين 3 كده، لحد ما بدأت يعني تكلمني عادي ووشها كده يبقى مبتسم شوية ليا. حمدت ربنا، قلت الحمد لله انا كده عايشة في وسط أسرة وفي وسط عيلة ومبسوطة، ويا رب يديمها عليا نعمة، بدل ما كنت قاعدة في الأوضة لوحدي وفي البيت لوحدي وبخاف انام وبخاف اقعد. مرت الايام لحد ما في يوم من الايام قاعدة بتفرج على التلفزيون انا
والحاجة ام البنات ما كانتش يعني كبيرة، بس كانت حاجة بيت الله، بيت رسول الله. المهم كان في مسلسل، والمسلسل ده كان فيه الخدامة او الشغالة اللي في البيت اللي بتساعدهم يعني في حاجة البيت اتجوزت صاحب البيت، شغلته واتجوزته وخدته من على مراته وعياله. خلص المسلسل من هنا، ولقيت الست صاحبة البيت، مرات الشيخ صاحب المسجد، مرات شيخ المسجد يعني، بتقول لي ايه، خدي هدومك وارجعي بيتكم. طب ليه؟ من غير ليه؟ انا مش عايزاكي موجودة عندي، وانا مش هنساكي، هبعتلك برضو فلوس وهبعتلك اكل وشرب وحاجات زي كده. طبعا فهمت ان هي اتأثرت بالمسلسل اللي شافته. رحت واخدة هدومي وراجعة البيت تاني، قاعدة في الأوضة. قلت لا، انا ادور بقى على شغل، مش هقعد بقى ايه ابيع عسلية واكل يا دوب عيش حاف واحط فيه شوية ملح، لا انا لازم ادور على شغل. رحت دورت على شغل، لقيت مطعم عايز بنت تغسل الايه، الطبقان والحاجات على الحوض. قلت له خلاص انا اشتغلت. ما كملتش اسبوع ولقيت مرات صاحب المطعم جايه بتطردني، امشي. ليه؟ اتبيها برضه اتأثرت بالمسلسل اللي شافته، سمعتها بتقول لجوزها، بيقول لها هتمشيها ليه بس؟ اهي بتغسل المواعين والطبقان ودي نظيفه وحلوه. قالت له لا، انا شفت في المسلسل كذا كذا. رحت ماشيه، سبتهم ولقيت خضري واقف عامل نصبه وبيبيع خضار. قلت له اقف اساعدك؟ قال له اقفي. وقفت اساعده في البيع والشراء، وكان مبسوط مني جدا. برضه ما كملش اسبوع ولقيت مراته جايه بتطردني. قلت لا، كده مش هينفع، هو ما فيش غير العسليه. كتر خيره المسلسل اللي خلاني مش عارفه اشتغل وغير حياتي خالص، قلبها لي. عشان مسلسل في التلفزيون وفكره جت، خلاص الستات كلها بقت خايفه منها. قعدت قدام البيت تبيع عسليه وتبيع حاجات زي امها الله يرحمها، لحد ما عدى اسبوع اسبوعين، لقيت واحده جايه بتخبط عليها الباب. مين الواحده دي؟ واحده اسمها الحاجه دلال. الحاجه دلال دي عيلتهم كبيره وهم اغنياء، ومعروف ان الناس دي ناس غنيه وجوزها غني، وجايه بتخبط على الباب. ممكن يا بنت اتكلم معاكي شويه؟ قلت لها اتفضلي تنوريني. راحت الحاجه دلال دي داخله، انا قلت جايه هتساعدني، هتديني حاجه لله كده يعني، ما جاش في دماغي اي حاجه تانية. لقيتها بتقول لي بص يا بنتي انا هدخل في الموضوع على طول. قلت لها اتفضلي انا سامعاكي. ايه الموضوع؟ قالت لها انا جايه اخطبك لابني. قالت لها انا؟ قالت لها اه. قالت لها مين في ولادك؟ قالت لها يعني انت عارفه عادل ابني الكبير دكتور ومتجوز، وابني الوسطاني يوسف مهندس ومسافر بره وحجزه له عروسته، فانا هجوزك لمين؟ لسعد. سعد ده ابني الاصغر. قالت لها، رحت قايله لها سعد العبيط؟ راحت هي ولا علقت ولا اتضايقت ولا اي حاجه، ولكن قالت لي سعد مش عبيط، سعد بس الدكاتره قالوا ان تفكيره وقف لحد سن 13 سنه بس، وما نماش اكتر من كده، لكن هو مش عبيط ولا حاجه، هو بس يبان ان هو عبيط. رحت انا سكت كده. قالت لي عموما فكري، انت طبعا قاعده هنا لوحدك وملكيش حد وملكيش عيله وما تزعليش مني، مين اللي هيفكر يتجوزك؟ وبعدين هو عبيط بس ايه يعني، على الاقل لا هيقرفك ولا هيشتمك ولا هيقولك لا ولا ولا اي حاجه، مش هيضايقك في حاجه. وبعدين ولادك اللي هتجيبيهم هيبقوا ولاد عيلتنا، يعني شوفي امامهم مين بقى، وشوفي العز اللي هتعيشي فيه انت وعيالك وعموما فكري، قدامك يومين وتعالي ردي عليا، انا مستنياكي. مشيت من هنا وانا دماغي قعدت تجيب وتودي. وبعدين قلت فعلا، ده انا حتى ما فيش مره شاب عاكسني وانا ماشي، يعني زي البنات كده حد عاكسني مفيش، ففعلا مين اللي هيتقدم لي؟ عموما عبيط عبيط، يلا مش مشكله، المهم يبقى ليا عيله وليا ناس اعيش في وسطيها بدل ما انا قاعده لوحدي. ورحت تاني يوم على طول، رحت للحاجه دلال، قلت لها انا موافقه.
تمام تمام، انا ماشيه بقى مروحه. قالت لها رايحه فين؟ انت خلاص هتقعدي هنا. اقعد هنا ازاي؟ طب راح اجيب هدومي. قالت لي هدوم ايه وهلاهيل ايه اللي انت هتجيبيها؟ انا هشتري لك كل حاجه. وده كان رد الحاجه دلال. فعلا ما رجعتش البيت، خلاص كنت قفلته ومفتاحه معايا وسبته مقفول وخلاص على كده. لقيتها خدتني ونزلنا محلات الملابس، جابت لي كل اللي انا عايزاه، هدوم بيت وهدوم خروج وهدوم نوم وجابت لي حاجات ما كنتش احلم اشتريها. وبعدين بصيت كده لفستان الفرح وقلت لها احنا مش هنجيب فستان فرح؟ قالت لي فستان فرح هنعمل بيه ايه؟ احنا هنقعد مع بعض احنا وعيلتنا كده ونجيب المأذون ونكتب الكتاب وخلاص وتبقوا اتجوزتوا. رحت ساكتة، قلت مش مشكلة ما يجراش حاجة. وفعلا روحنا بعد ما جبنا الحاجات دي وقالت لجوزها الحاج عبد الله ان ريهام هنجوزها لسعد. جوزها لا كان بيقول اه ولا لا، اللي هي عايزاه بتعمله. قال لها ماله وماله ماشي. وفعلا اتجوزنا انا وسعد، وكان لينا اوضه كويسه بتاعتنا اتجوزنا فيها وقعدنا فيها. يوم 2 3 4 ما كملتش اسبوع، 5 يوم بالظبط لقيت حماتي بتخبط عليا على الاوضه من الساعه 5 الفجر. يا ريهام يا ريهام قومي. طب يا حماتي في ايه خير؟ قالت لها قومي، انت هتفضلي عروسه لحد امتى؟ كفايه كده. طيب حاضر انا جايه حاضر، ما تضايقيش بس نفسك. ورحت لابسه هدومي وايه وخارجه، صبحت عليها قلت لها خير في حاجه؟ قالت لي اه في مسح وطبيخ وكنس وطيور عايزه تاكل وبهايم عايزه تنضفي لها وتاكليها وطبيخ عايز يتعمل، في حاجات كتير في البيت. انا مشيت الشغاله، قلت ملهاش لازمه بقى انتي معانا كده بكل صراحه. قلت ربنا يستر ربنا يستر. وبعدين بدأت بقى أعمل طبعا في اللي هي عايزاه، أشتغل في كل حاجة في البيت. ما هي مشيت الشغالة وهي ما بتعملش حاجة. ويا ريت بقى على قد كده وبس، لا ده أنا كنت أخلص كل ده وأطلع شقة سلفتي اللي هي مرات الدكتور مين؟ عادل ابنها الكبير. طبعا بقى واحدة بنت زوات وبنت عيلة وما بتعملش حاجة، والشغالة كانت بتعمل هنا وهنا، يبقى أنا هعمل هنا وهنا. فخلص الدور الأرضي بتاع الحاجة واطلع على طول لسلفتي اعمل لها كل حاجة. وبعدين انزل اعمل الغدا وتنزل تاكل معانا هي وجوزها، وتنزل على الاكل وموبايلها في ايديها وتتغدى وتطلع هي وجوزها تاني وانا بقى اللي بعمل كل ده. فضلت على كده كل يوم اصحى الساعة 5 الصبح ونفس الموال واعيد كل ده لحد ما بقيت اقول يعني انا ما كنت قاعدة في اوضتي، كنت بخدم نفسي وكفاية. يعني انا جيت هنا عشان تشغلني خدامة ومطلعة عيني كل دون ومشت الشغالة؟ طيب الأمر لله. ورضيت وسكت وقعدت وخلاص. كانوا بقى بيعاملوا سعد معاملة وحشة قوي، خاصة أمه حماتي. كانت دايما لما يجيلنا ضيوف تحبسه في الأوضة، دايما لما يعمل حاجة غلط تعاقبه عقاب شديد. يبقى لو عندنا ضيوف هو محبوس في الأوضة وأنا محبوسة في المطبخ بعمل اللي أنا هعمله، لأن طبعا كنت بروح السوق وبجيب الأكل وكل حاجة. وحتى في الأيام العادية لما كنت أعمل الغدا وكله ما كناش نقعد ناكل معاهم، كنت أحضر لهم السفرة وكل حاجة وأخش أنا وسعد نقعد فين؟ في المطبخ وناكل مع بعض. طبعا أنا لما كانوا بيحبسوه في الأوضة أو بيعنفوه على أي حاجة أنا ما كنتش بقدر أتكلم أقول إيه؟ ابنهم وهم. وبعدين حماتي دي ما كانش حد بيقدر يقول لها حاجة، فأنا بقى اللي هقول لها ما كنتش بتكلم. فضل الحال على كده لحد ما جه ابنها التاني يوسف من بره، وكانت حجزاله العروسة
وعملوا فرح كبير جدا، وكانت جايبين لها فستان الفرح من بره، وطبعا عيلة وهيصة وشغلانة، وانا طبعا متمرمطة في كل العمايل لحد ما خلص الفرح وطلعت شقتها هي كمان. ولكم ان تتخيلوا بقى عندي شقة حماتي اللي انا قاعدة فيها انا وجوزي معاها في اوضة، وشقة سلفتي الاولانية وشقة سلفتي التانية. بقيت اشتغل في ال3 شقق، يعني في البيت كله. لما كنت بتهدى هدى ما بعدها هدى، طيور وحيوانات ومواشي واكل وشرب وغسيل ومسح وكل ده. لحد ما في يوم من الايام سلفتي اللي هي التانية بقى اللي لسه متجوزة جديد، طلعت اعمل لها الحاجة، قالت لي عايزاك تعملي الحاجة النهاردة يعني افضل من كل يوم، عشان عمي جاي من بلاد بره ومعزوم عندي على الغدا. قلت لها حاضر، وقعدت عملت لها كل حاجة على اكمل وجه. بعد ما خلصت دخلت لها المطبخ، قلت لها مش عايزاني اعمل لك اي حاجة، يعني على اساس جاي لها ضيوف وكده، فبعزم عليها وبقول لها مش عايزاني اعمل لك اي حاجة. قالت لي انت تعملي لي ايه وانت هتعملي اكل؟ وانت اللي بتعمليه ده اكل، ده عك، وانا عمي اللي جاي من بره هياكل من العك اللي انت بتعمليه؟ لا. طبعا اتضايقت واتحرق دمي. يعني انا بعد ما اعمل لك كل ده بدل ما تقولي لي شكرا تقولي لي كلمتين زي دول؟ واتغصت جدا. انا كنت دايما بقى الايام اللي فاتت دي يصعب عليا نفسي وانا معيطه دايما من اللي هما بيعملوه فيا، ومن كتر الشغل اللي انا بشتغله اقول يعني انا يا رب مش كنت في بيتنا كان احسن؟ وطبعا جوزي سعد ده يعني ما فيش بايده اي شيء، لنفسه مش ليا، لنفسه هو كمان. لحد ما لما كلمتها دي غاظتني قلت طب انا لازم انتقم منك بقى. جت في دماغي فكرة شيطانية. هي؟ رحت ماسكة الملح، هي خرجت بره تعمل حاجة بره وانا لسه في المطبخ كنت بشطب شوية المواعين، رحت ماسكة الملح ومزودة الاكل كله ملح، رش 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 على كل الحلة الملح، لما خليت الاكل عظمة. وطبعا كانت قايله لي اصبري عشان تحضري معايا السفرة وتشيلي الاكل بعد ما ناكل، عشان تغسلي المواعين وتروقي لي المطبخ وبعدين تنزلي. وشويه وجه عمها ومراته وعياله اللي هم معزومين، وبدات ارص معاها الاكل ورصينا وعملنا، وشفت شكلهم من اول لقمه بياكلوها، من اول معلقه. وايه ده؟ يا لا لا لا، ايه اللي انت عاملاه ده؟ ايه يا بنتي اللي انت عاملاه ده؟ وهنا بقى محدش كل، وجوزها اتخانق معاها خناقه كبيره، كسفتيني قدام الناس وانا بقى واقفه بصراحه مبسوطه وشمتانه فيها. ريهام بقى بدأ يبان الشر بتاعها بقى، واقفه مبسوطه وفرحانه وشمتانه فيها. صحيح اللهم لا شماته، بس بصراحه انا كنت كل يوم زي ما بقول لكم، يعني دخلت اهو في يجي 6 شهور كل يوم بنام معيطه من حد فيهم. ما كانتش حماتي تبقى سلفتي دي تبقى سلفتي التانية تبقى، وهكذا. المهم نزلت وخلاص وشلت وعملت لها كل حاجة، ونزلت بقى فرحانة بنفسي وأول يوم أنام مش معيطة، ونمت مبسوطة وآخر تمام. قلت لا والله ده الحكاية كويسة، أنا بعد كده مش هنام معيطة، أنا بعد كده أنا اللي هخليهم هم يتضايقوا ويتقرفوا. وعجبتني اللعبة. سلفتي التانية بقى اللي هي مرات الكبير دكتور عادل، رحت في يوم برضو بعمل لها الحاجة وكله تمام، ومش عايزة حاجة، لا مش عايزة، يلا امشي غور انزلي. قلت لا اله الا الله، هو انا عملت لك ايه عشان تقولي لي غور انزلي؟ برضو الكلمة استفزتني. قلت طيب انا قلت اللي هيضايقني انا هحرق دمه. عملت لها ايه بقى؟ رحت جايبة الكلور ومزودة الغسالة على الغسيل اللي فيها كلور، ومرشرشة كلور على الغسيل اللي في الباسكت بتاع الغسيل. بوظت لها الهدوم كلها. كنت بقى مش متخيلة ان هي لسه عندها هدوم تاني، لان الهدوم اللي انا بوظتها بالكلور دي كانت كتير. قلت يلا مش كل شوية تقول لي ده سينيه وده مش عارف ايه
وده ماركه وده معرفش ايه وتذلني بهدومها. يلا. وقبل ما انزل بقى قلت لها انا نازله خلاص، ورحت ايه نازله. سامعاها بقى من وانا تحت ان هي، لان احنا عندنا المنور بقى طبعا زي ما كلكم عارفين المناور في البيوت بتسمع. فسمعها بقى الهدوم باظت، ايه الكلور ده، ايه اللي جابوا عليها. وطبعا ما فيش حد فيهم يجي في باله ان ريهام الطيبه الغلبانه دي تعمل اي حاجه من الحاجات دي. وسمعها بقى وهي عماله تتحسر على هدومها. ومرت الايام وسلفتي برضو اللي هي التانية بقى، اللي هي كان الاكل دي وحطت لها ملح في الاكل، لقيتها عماله تهزقني على الفاضي والمليان. يعني انا طالعه اروق لها واعمل لها، معرفش كانت متخانقه هي وجوزها ولا ايه اللي مضايقها، وكل ما اتكلم تشتمني، كل ما اتكلم تهزقني. وانتوا طبعا عارفين انا لا برد ولا ما اقدرش ارد اصلا، ارد على ايه؟ انا خلاص الشغاله بتاعت البيت. لحد ما قلت لها حاضر حاضر، انت ضايقتيني، انا مش هنام معيطه. كنت حاطه مصيده في مدخل البيت من تحت عشان لو دخل فار تصطاده ما يطلعش عندنا البيت. وانا نازله رايحه السوق لقيتها مصطاده فار. قلت له بس انت جيت في وقتك. رجعت طلعت الحاجه اللي جبتها من السوق الشقه ونزلت كده من غير ما حدش واخد باله مني اصلا يعني. رحت واخده الايه المصيده وطلعت عند سلفتي، لقيت الباب مفتوح لانك منه بيتنا بقى احيانا كتيره ما بيقفلوش بيبان الشقق. رحت مسيبه الفار جوه شقتها ونازله، ولا حد خد باله مني ولا حد خد باله من حاجه. وسمعهم بقى طول الليل بيجروا هي وجوزها ورا الفار، وانا اضحك واقول كده كل اللي هيضايقني لازم اعمل فيه مقلب محترم. والمقالب بقى حلوت معايا وبقيت ايه، كل ما يجي في دماغي مقلب اعمله، كل ما يجي في دماغي مقلب وحد يضايقني اعمله فيه. لحد برضو من المقالب اللي عملتها واللي ما بنساهوش وكان جميل قوي. الدكتور عادل اللي هو الكبير كان قاعد في الجنينة بيذاكر قدامه ورق كتير، مع انه دكتور بس مش عارفة بيذاكر في ايه. بيقولوا كان هياخد الدكتوراه، بيقول لها عندي ميعاد بكرة مناقشة الدكتوراه، ميعاد مهم، اوعي تنسي تصحيني، بيقول لمراته يعني. وعمال كل شوية بقى يطلب مني شاي في قهوة، شاي في قهوة، وانا تعبانة وعمالة عملت كل الحاجات اللي بعملها ومش قادرة بقى، عايز اقعد. المهم مرة من المرات وانا بوديله الشاي وقع من ايدي، بس الحمد لله ما جاش على ولا ورقة من الورق بتاعه. وعلى الرغم من انه ما جاش على ولا ورقة واحدة حتى، ما جاش على ورقة واحدة، ومع ذلك انت غبية، انت حمارة، انت عامية، انت جهلة، انت. وقعد بقى كلام من ده يحرق الدم. قلت له طيب ماشي. طبعا سمعت شتمتي ومشيت، وقعدت افكر اعمل فيه ايه. قلت بس مش هخليه يروح المناقشة اللي هزقني بسببها دي، يجرى اللي يجرى بقى. يا رب تكون المناقشة دي حتى مهمة ليه لدرجة كبيرة جدا، برضه مش هخليه يروح. عملت ايه بقى؟ طلب مني شاي، رحت عامله لهم 2 هما الاتنين، بس كان طلع شقته بقى. ورحت داخله عند حمايه الحاج عبد الله يبارك له، الوحيد اللي كان بيزعلني بسيط جدا جدا في البيت، وعلى حاجه يعني تكون تستاهل، والا ما يكلمنيش ولا كلمه مش كويسه. رحت واخده من المنوم بتاعه اللي هو كان بياخده، كان كاتبه له الدكتور لما يبقى قلقان ومش قادر ينام ومتوتر ياخد منه. ورحت واخده حبايتين، حطيت واحده في الكوبايه دي وواحده في الكوبايه دي، يبقى هو والمدام هيناموا ما شاء الله، مش هيدروا الدنيا. وفعلا حطيتهم في الشاي وطلعت لهم الشاي. وسامعاه بقى عمال يقول لها اوعي تنسي تصحيني، انا عايز اكون هناك قبل الدكاتره اللي هيناقشوا، انا مش عارف ايه، وعمال ياكد عليها الكلام. وشربوا الشاي هما الاتنين، وتاني يوم لحد الساعه 10 ونص وانا لقيتهم لا صحيوا ولا نزل
ولا اي حاجة. كان بيقول لها صحيني الساعة كام بقى؟ 7. قلت بس حلو كده، كده راح عليه الميعاد. وسمعت زعيقهم بقى: انت ايه ده؟ ما صحتنيش ليه؟ انت ايه مش واخده بالك ان انا عندي مناقشه؟ هو قالت له: انا مش عارفه انا نمت ازاي. انا هي عماله تدافع وتقول مش عارفه انا نمت ازاي، وهو نازل فيها شخيط وشتيمه وعارفين بقى خرج عن شعوره، وبقى مش عارفه تسكته ازاي. في المره دي غضبت عند اهلها شهر. قلت يا فرج الله، حلو قوي كده. كان عندها بنتين، خدتهم معاها وراحت عند اهلها، قعدت شهر ورجعت بعدها. مشيت الدنيا والايام لحد ما وانا بعمل الحاجه لقيت نفسي دايخه وهرجع ومش قادر اقف. كان الدكتور عادل موجود، راح هو كشف عليا واستغرب كده. اول ما كشف وشه اتغير وبرق عينيه كده: ايه ده؟ في ايه؟ راحت حماتي قالت له: في ايه؟ قال لها: دي ريهام حامل. حامل؟ حامل ازاي؟ انا طبعا سمعت حامل واتبسطت جدا وفرحت. هما بقى مستغربين بقى: سعد العبيط وحامل؟ حامل ازاي؟ كلهم بقى اتضايقوا وبقوا ايه مش عارفين يعملوا ايه. انا بقى اللي فرحانه ومبسوطه، اخيرا اخيرا هيبقى ليا عيال وليا عيله وليا حد من لحمي ومن دمي يخاف عليا ويحزن لحزني ويتبسط لانبساطي. وكنت مبسوطه جدا 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 لدرجه لا تتخيلوها. هم بقى اتضايقوا جدا كلهم، كل البيت. وسمعتهم بقى متجمعين، حماتي وولادها الاتنين بيقولوا لها: هو احنا جوزناه عشان يخلف واحنا ناقصين عبط يجيب لنا عبط كمان؟ وبعدين عياله يشاركونا في الميراث؟ بنقول لك يا ماما ما ينفعش الكلام ده، خلي بابا بقى يكتب لنا كل الايه الحاجات اللي عنده، الاراضي والبيوت وكل الحاجات اللي عنده، لان كده مش هينفع، احنا مش عايزينه يشاركنا. قالت لهم: طيب طيب هيحصل، اصبروا بس. طب وهي نعمل فيها ايه؟ هي نطردها؟ طب والعيال اللي هتجيبهم؟ والعيال اللي هتجيبهم دول نوديهم ملجأ. واتفقوا على الكلام ده وانا بقيت هتجنن. المهم قالت لهم: ايه اصبروا بس عليا، انا ايه هخليها تسقط. صبروا عليا عشان هي عايزاني اسقط في الحمل اللي انا حملاه. تعمل ايه؟ زودت عليها الشغل. طبعا انتوا دلوقتي بتقولوا زودت ايه؟ ما هو زايد، هتزيد اكتر من كده؟ هيزيد اكتر من كده. بقيت اعمل الحاجه تقول لي: لا مش عجباني، اعمليها تاني. اعملها تاني. وبدل ما كنت بجيب خضار عادي وحاجات عاديه، بقت تخليني اجيب حاجات من السوق قد كده عشان اشيل كتير. تخليني اغير نظام البيت وادي الاوضه دي هنا والاوضه دي هنا يعني كانت بتهدني بطريقه. كل ده عشان انزل في بطني وما كملش الحمل. ولكن يشاء السميع العليم، سبحان الله، انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. ونعم بالله. خلفت، ولدت كانت سهله وجميله، وحتى ما رحتش مستشفى، الدايه ولدتني في البيت. وربنا كرمني بولدين توأم. يا ما شاء الله، ولدين ولدين. طبعا البيت كله قام حريقه: اهو يا ست ماما اهي خلفت وجابت ولدين، كده هتشاركنا في الميراث. قالت لهم: اصبروا بس انا هكلم ابوكم. وانا مره في الجنينه كنت بنضفها، لان حتى الجنينه كنت انا اللي بنضفها واظبط الزرع واظبط كل حاجه وازرع زرع جديد، كل حاجه. انا جنايني وشغاله وطباخه وكل حاجه. وانا بنضف في الجنينه، والحاج عبد الله حمايه الله يبارك له كان قاعد. هم حاطين ترابيزه كده بكرسيين في الجنينه وما كانوش واخدين بالهم مني. وجت حماتي قعدت معاه وسمعتها بتقول له الاتي: اكتب بقى الورث بتاعك كله لعادل ويوسف عشان انا مش عايز اساعد يورث فيه حاجه. لقيت حمايه اتضايق كده وقال لها: يا شيخه مش كفايه عليكي كده؟ مش كفايه عليكي كده؟ حرام عليكي.
انت عايزاني اظلمه واحرمه من الميراث هو وعياله؟ امال هيشارك عيالي في الميراث وما يشاركهمش ليه؟ بس مش ابني؟ مش كفايه قعدت تقولي له امه خاينه امه خاينه لحد ما موتها وقتلتها؟ مش كفايه؟ حرام عليكي. مش كفايه كان المفروض يتعالج من وهو صغير عشان يبقى كويس، وانت ما خليتينيش اعالجه لحد ما بقى حالته كده؟ حرام عليكي يا شيخ. يعني ايه؟ يعني انا مش هحرمه من الميراث وهسيبه يورث هو وعياله؟ مش هعمل، انا مش هغضب ربنا عشانك. ده انا صعبان عليا وعايز ارد له حقه، عايز ارجع له حقه. انا ظلمته كتير، عايز اقابل ربنا عايز اقابل ربنا وجه كريم، وانا مش ما عنديش الذنوب دي ومش ظلم. هو قال لها كده وهي راحت لعيالها. انا طبعا سمعت كل الكلام وبدات اراقبهم بقى عشان اعرف بقى بيقولوا ايه وناويين يعملوا ايه معايا. بس كنت فرحانه بولادي جدا، واخده بالي منهم على الرغم من كل الحاجات اللي انا بعملها دي. المهم لقيتها قاعده هي وولادها بيقولوا ايه، مفيش حل غير اننا نرفع على ابوكوا قضيه حجر، نشكك في قواه العقليه ونرفع عليه قضيه حجر. لا اله الا الله. انا سمعت كده وقلت بس هيودوا عيالي الملجأ وهيطردوني وهيودوا سعد مستشفى الامراض العقليه زي ما قالوا، وكده هيبهدلوا الدنيا. انا بقى في وسط كل ده ما كنتش متضايقه غير عشان ولادي. يعني ربنا كرمني بولدين زي العسل وهيبقى ليا عيله حلوه. ابص الاقيهم يبهدلوني كده ويبهدلوا عيالي. قلت لا، لازم ايه، احاول اعمل لهم اي حاجه يتلهوا بيها عني ويسيبوني في حالي. وانا بروق في الشقه بتاعه سلفتي اللي هي مرات دكتور عادل الكبير ده، لقيت في درج من الادراج وانا بقلب كده جوابات غراميه قديمه ومكتوب فيها اسم واحد غير عادل وتاريخها قديم قوي، كان واضح ان هي قبل ما تتجوز. رحت واخداهم مخبياهم في هدومي ونزلت تحت في الاوضه عندي وقعدت قريتهم بالراحه كده. لقيتهم كلهم جوابات غراميه مع حبيبها الاولاني قبل ما تتجوز دكتور مين؟ دكتور عادل. قبل ما نكمل القصه، اللي ما حطش لايك يحط لايك. تمام. المهم قلت ايه، بس انا بعتهم لجوزها ونشوف النتيجه. ورحت فعلا بعتهم لجوزها في جواب كده، وراح استلم الجواب ولقى فيه الحاجات دي. قعد يقراها وقامت بينهم بقى خناقه ما يعلم بها الا ربنا. انت بتخونيني انت، ده حاجات من الماضي، طب شايلها ليه؟ يا ترى بقى بتقابليه ولا لا؟ المهم كانت النتيجه ان هي غضبت وخدت عيالها الاتنين ومشيت. يروح يصالحها؟ لا، ده طلقها. كمان كبرت في دماغه وطلقها. وبعدها دخل في حالة اكتئاب رهيبة. قلت بس خليهم يتلهوا بنفسهم عنا انا وجوزي وما يخططولناش ولا يرفعوا حجر على الراجل ولا الكلام ده. وسلفتي التانية قعدت افكر لها في حاجة. هي بقى كانت ما بتخلفش وحملت بصعوبة بعد ما راحت وسافرت وجات وكل ده، وانا عرفت ان هي حامل وقلت بس هنكد عليكي. كانت في الحمام، رحت جايبه شويه زيت ورشهم على باب الحمام. وهي خرجت من هنا والزيت هوب راحت متزحلقه، وقعت على ظهرها وقعه محترمه المفروض ان هي كانت تسقط. بس يعني من كرم ربنا عليا عشان مش عايز ناخد ذنب كبير ما سقطتش. وكده يبقى اتلهوا كلهم في نفسهم، لان الدكتور قال لها لازم تنام على ظهرك ولازم ياخدوا بالهم منك وما تعمليش حاجه وما اعرفش وقعد بقى يديها التعليمات دي كلها. وبقيت انا خدمها باستمرار. فسمعتها بقى وهي بتقول لجوزها طب احنا نستغنى عنها ومين يخدمني ومين مش عارف طب اجل شويه لحد ما اولد المهم ربنا كرمني وبداوا فعلا يطنشوا الموضوع شويه. مشيت الايام، وفي يوم من الايام كنت بروق وبعدين سمعت صوت هبده. دخلت جريت اتابل الهبده، كان الصوت جاي من اوضه حمايه. دخلت لقيته واقع في الارض وخلاص هيخش في غيبوبه سكر.
رحت رايحه جري جايبه له حاجه مسكره وعدلته قومته ورحت مشربها له ميه بسكر كده بسرعه وفاق، ورحت مدياله العلاج. اول ما قعد قال لي بص يا ريهام، انا مدين ليكي بحياتي، انت كان ممكن واحده غيرك تسيبني وما تنقذنيش وكنت مت ورحت فيها، لكن يا بنتي انا مدين ليكي بحياتي، وان شاء الله ربنا يقدرني وارد لك الجميل ده على اكمل وجه. لما قال لي كده حسيت ان انا ممكن اتكلم معاه، رحت متكلمه معاه. قلت له بص يا حاج عبد الله، انا عايز اقول لك حاجه، مش عارفه صح ولا لا ان انا اقولها لك، بس انت يعني صعبت عليا لازم اقول لك. قال لي قول يا بنتي. قلت له ان ولاده عايزين يرفعوا عليه هم وامهم قضيه حجر. قال لي ما انا عارف وربنا يسويها من عنده، ما تقلقيش، انا بس مش عايزك انتي تقلقي ولا تخافي، محدش هيقدر يأذيكي في حاجه. طبعا اتبسطت واطمنت وفي اليوم ده نمت مبسوطه قوي. مفيش يومين وصحيت ما لقيتش الحاج عبد الله ولا لقيت سعد جوزي، هما الاتنين مش موجودين. قعدت حماتي وولادها الاتنين يدوروا عليهم مش لاقيينهم، لا لاقيين حماية ولا جوزي، لدرجة ان انا كنت شاكة ان هما موتوه، بس طبعا خفت ابلغ لا يعملوا فيا حاجة انا وولادي. سكت وقلت يا رب انت عليك الحل من عندك يا رب. يومين بعد غيابهم لقيت المحامي اتصل وقال لهم انا جاي عايز اتكلم معاكم شوية ولازم ريهام تكون موجودة. طيب تعالى. راح جه قعد معانا وقال لنا الحاج سايب وصية لازم تسمعوها. طب هو فين؟ مش هو فين؟ قال لهم انا ما اقدرش اقول لكم هو فين، انا ما اعرفش، ولكن هو ساب لي الوصية دي وقال لي بلغها لهم وانا جاي ابلغها لكم. الوصية بقى بتقول او كاتب فيها عامل لي توكيل انا بإدارة كل شيء من املاكه، كل شيء رسميا، وكاتب كل شيء باسم سعد جوزي، كل املاك جوزي كتبها باسم جوزي سعد، وخلى سعد عامل لي توكيل بإدارة كل الكلام ده. ايه ده؟ راحوا طبعا ولاده سمعوا اتجننوا. ايه ده؟ يعني احنا ملناش اي حاجة؟ يعني ما سابلناش اي حاجة؟ يعني كل حاجة بقت ليكي انت لجوزك وانت اللي تديريها؟ امال احنا لازمتنا ايه؟ وطبعا اتضايقوا هما الاتنين، وكل واحد خد مراته وسابوا لي البيت ومشوا، ما قدروش يقعدوا فيه وهو الامر ده موجود وانا اللي هتحكم في كل حاجة. حماتي ما استحملتش الخبر، وقعت، جبنا لها دكتور ومش عارف ايه، قال دي خدت صدمة وهتفضل قاعدة على كرسي متحرك وعايزة اللي يخدمها. هما الاتنين مشيوا خدوا اماكن بره وعاشوا بره وما خدوش حتى امهم معاهم، سابوها. ولكم ان تتخيلوا بقى انا اللي كنت مسؤولة عن كل حاجة، انا اللي بدير كل حاجة، وانا اللي ببيع وبشتري ومعايا الفلوس وشايلة وعاملة وصرفة وكل حاجة، اراضي ومحاصيل وزراعة وكله كله كله. حماتي بقى بصراحة انا ما قدرتش اخدمها من اللي عملته فيا، بس كنت اصيلة وجدعة معاها، جبت لها واحدة تسأل عنها وتخدمها وتعمل لها اللي هي عايزاه، لكن انا لا، وسبتها طبعا قاعدة وعايشة بقى واخدة بالي من عيالي، وعيالي بيكبروا قدام عيني. شوية 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 عدت سنة، لقيت عادل ويوسف الاتنين جايين وجايبين الشرطة معاهم. ايه ده؟ وبيتهموني ان انا اللي موت حماية وجوزي. فوقفت كده قلت لهم يا جماعة موتهم ازاي؟ يعني هموتهم وهم عاملين لي توكيل ان انا اللي اتسأل عن كل حاجة وسايبين كل حاجة في ايديا، اموتهم ازاي؟ وكنت مرعوبة بقى وهي الشرطة جاية تقبض عليا. معرفش ازاي في اللحظة دي وهي الشرطة واقفة
وجايين عشان يقبضوا عليا، لقيت حماتي لقيت قصدي حماية وجوزي الاتنين جايين مع بعض داخلين من الباب، وبيقول للشرطة، حماية بيقول للشرطة موتتنا ازاي، احنا موجودين اهو يا حضرة الضابط، انا هو حماها الحاج عبد الله وده جوزها سعد. راح الشرطة قالت له طب خلاص يا حاج انا اسف، وراحوا ماشيين. انا بقى شفتهم كده، ازيك يا حاج عبد الله، ازيك يا حماية، مش معقول، ازيك يا سعد. ولقيت سعد بقى شخص غير الشخص، انسان عادي جدا جدا جدا، ولا عبيط ولا اي حاجة. ايه ده، انتوا كنتوا فين، انتوا كنتوا فين؟ راح باصص لولاده كده بيقول له ايه ده، يعني انت عايش؟ قال لهم اه عايش، مش كنتوا عايزين تحجروا عليا وعايزين تحرموا اخوكم من كل حاجة؟ احجروا بقى عليا، انا بقى حرمتكم من كل ما املك، انتوا اتعلمتوا، واللي بقى دكتور واللي بقى مهندس، لكن سعد لا اتعلم ولا خد شهادة ولا في ايده اي حاجة يصرف منها هو ومراته وعياله اللي كنتوا عايزين تشردوهم، عشان كده كتبت له كل حاجة. ده حقه بقى ونصيبه اللي يرضي ربنا قصاد اللي اتصرف عليكم في التعليم وفي الجواز وفي الجهاز وفي كل اللي عندكم. راحوا سايبين البيت وماشيين هما الاتنين، خلاص على كده ما عرفوش يعملوا حاجة. وانا بقى بقول له يعني يا حماية انت عملت ايه وازاي سعد بقى كده؟ قال لها يا بنتي انا السنة دي كنت معاه في مستشفى امراض نفسية لحد ما اتعالج وبقى زي ما انت شايفة كده. راح سعد بصلها كده وقال لها ريهام حبيبتي مراتي، واتبسط جدا جدا. وعياله خدهم في حضنه وشالهم وبقى مش قادر يصدق نفسه. قلت له احنا عايزين نسيب البيت ده بقى. راح حماها قال لها وماله نسيبه، شوفي لنا بيت يا بنتي اللي يعجبك اشتريه. رحت واخده سعد ودورت على بيت حلو جميل كبير بجنينه حلوه واشتريته وبعنا البيت ده. هنا بقى كانت حماتي يعني جالها شويه مرض كده وقابلت وجه كريم. حماية قعد معانا في البيت الجديد، بقيت قاعد انا وجوزي وولادي الاتنين، وحماية كان سعيد جدا ومبسوط جدا طول الوقت يلعب مع الولاد طول الوقت، وانا وسعد بقينا ناخد بالنا من كل حاجة وندير املاكنا بنفسنا. بس انا بقى قلت له بقول لك يا سعد. قال لي ايه؟ قلت له احنا ندي عادل ويوسف حقهم او حتى جزء من حقهم عشان نبقى راضينا ربنا، وفي نفس الوقت يعني يشيلونا من دماغهم ما يقرفوناش، يعني تقدروا تقولوا كده ايه، اشترينا دماغنا من قرفهم بالحاجة اللي هنديها لهم. وفعلا اديناهم جزء من الميراث عشان نتقي شرهم، وعشت انا وجوزي وعيالي وحماية حياة في منتهى السعادة. النهاية سبحان الله، شفتوا بقى النهاية في منتهى الجمال. سبحان الله، اتجوزته عبيط وفي النهاية ما بقاش عبيط وبقى عندها كل الأملاك الجميلة اللي بعد ما كانش عندها حاجة وكانت عايشة لوحدها، وبقى عندها ولدين زي العسل بسم الله ما شاء الله، وعاشوا في تبات ونبات زي الفل. وسبحان الله في ملكه، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. ايه رأيكم في بطلتنا بقى الجميلة ريهام الجميلة اللي صبرت واتظلمت كتير، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كافئها أحلى مكافأة. يعني أحب أشوف رأيكم في التعليقات، والتعليق اللي بيصلي على سيدنا محمد زي العسل طبعا أحسن بكتير من رأيكم في القصة، ولو إن رأيكم بيسعدني يعني، بس الصلاة على سيدنا محمد جميلة. انتوا هتكتبوها في التعليق وكل اللي هيقراها هتاخدوا ثواب، هو هياخد ثواب اللي قراها واللي كتبها هياخد برضه ثواب. فجميلة في التعليقات بصراحة، بدأت تزيد وانا مبسوطة جدا بيها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقيت واحدة صحيح من المتابعين حبايب قلبي، أخت من أخواتي، بتقول لي يا حاجة صفية لما تيجي تصلي على سيدنا محمد ما تقوليش سيدنا محمد، ما تقوليش سيدنا محمد، قول اللهم صل وسلم على محمد وآله. أنا طبعا الكلام ده معلش سامحيني، أنا مش فاكرة مين من المتابعين اللي قالت لي كده، بس الكلام ده في الصلاة واحنا بنصلي لما نيجي نقول اللهم صل وسلم نقول على محمد وآله وأصحابه، لأن الرسول قال لنا لا تسيدوني في الصلاة، يعني ما نقولش سيدنا محمد داخل الصلاة، لكن خارج الصلاة سيدنا محمد وحبيبنا ورسولنا وتاج راسنا، يعني نقول كل اللي احنا عايزينه. أنا طبعا دي المعلومة اللي عندي، واللي عنده معلومة مخالفة للي أنا بقوله يقول لي، يعني يا ريت تفيدوني برضو واحنا كلنا بنستفيد من بعض. فعلا ما نقولش سيدنا محمد غير داخل الصلاة، ولا ما نقولش خالص، وده طبعا يعني أنا بيتهيألي إنه مش صح، بس برضو أحب أعرف رأيكم. تمام. نشوف بقى إخواتنا وحبايبنا اللي عايزيننا ندعي لهم في الصلاة، قصدي ندعي لهم الدعوات بتاعتنا اللي هم عايزينها. يا رب يا كريم يا رب، أنا ببقى كاتباهم طبعا عشان أنا مش هحفظهم أكيد. في ناس على فكرة كتير بتطلب مني الدعوة أكتر من مرة، يعني بلاها كتايلها قبل كده وأنا قلتها بالفعل، ومع ذلك هي بتطلبها تاني. طبعا يعني أنا بحترم كل ده وما عنديش أي مشكلة أقولها أكتر من مرة، بس يعني عشان ما طولش عليكم الفيديو ويبقى وقت على الفاضي. تمام. نبدأ بقى، وطبعا أحسن حاجة قبل ما نبدأ الدعاء نصلي على سيدنا محمد، وفي نهاية الدعاء نصلي برضه على سيدنا محمد. ويا سلام لو طلعنا صدقة بنية تحقيق الدعاء، يبقى كده حققنا كل شروط الدعاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحاجة إينام، ربنا يا رب يشفي لها ابنها شفاء جميلا ويشفي كل مريض، اللهم أمين. الحاجة نوال من الأردن، ابنها سائر نفسها يتجوز، يا رب ارزقه ببنت الحلال هو وجميع شباب المسلمين، اللهم أمين. كل شاب يا رب عايز بنت الحلال يرزقه ببنت الحلال اللي تسعده ويسعدها، اللهم أمين. الحاجة خديجة يرزق بنتها بابن الحلال، اللهم أمين، ويرزق بناتنا جميعا بولاد الحلال اللي يسعدوهم ويتقوا فيهم ربنا، اللهم أمين. الحاجة حسيبة ربنا يشفيها ويسترها ويوفق ابنها ويحفظ له عيلته، اللهم أمين. اللهم استرنا جميعا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم يا ستار يا رب، اللهم أمين. اللهم تقبل واحتسب يا رب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول لكم استنوني في قصة جديدة. سلام.